اشتباكات في حضرموت بعد محاولة توغل لمسلحي الانتقالي ومطالب بتدخل رئاسي لإيقاف حالة الفوضى والتصعيد العسكري بالمحافظة. ما القصة؟ التفاصيل نرويها ببساطة. في عدد من مناطق هضبة حضرموت اندلعت اشتباكات محددة بعد محاولة مسلحي المجلس الانتقالي التوغل إلى مناطق تسيطر عليها قوات حلف القبائل والحماية. الاشتباكات التي تنذر بمواجهة أوسع مع حالة التحريض والتحشيد المسلح التي يدفع بها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا للسيطرة على المحافظة الشرقية. دفع المجلس خلال الأسابيع الماضية بمئات المسلحين قادمين من محافظات وقرى عدة لمواجهة حلف قبائل حضرموت، وسعى لكسب ولاءات لتفكيك البنية القبلية في الوادي والصحراء. أحداث متسارعة على وقع رسائل تحذير من سفك الدماء ووصول محافظ حضرموت الجديد سالم الخنبشي الذي أمر بإيقاف العمليات العسكرية والالتزام بالتهدئة دون أن تجد